يا مساء الخير لكل متابعيني، اهلا وسهلا فيكم. هذا الفيديو يا اخواني راح احكي تفصيلي عن ايش هو السكور وكيف انت ترفع السكور تبعك في امريكا، ردا على بعض التعليقات لما انا صورت الفيديو وحكيت يا اخواني لا تاخذ قرض في امريكا، لا تاخذ سيارتك في امريكا عن طريق الكريدت. ففي ناس مش فاهمين امور كثيره، ولكن الناس الفهمانه في امريكا حيفهموا كلامي وحيأيدوني بالتعليقات. اسمع، اللي انا بدي اوضح اشياء مهمه جدا، حتى لو كنت انت قديم بامريكا، بس ولكن مش شرط انه انت قديم ان عندك المعرفه الكافيه ايش هو السكور وكيف انه انت تظبط حالك في امريكا ويكون عندك جود ماني وجود سكور وتكون انت قادر تعمل اي شيء. كيف؟ اول شيء بدنا نعرف ايش هو السكور، اللي الناس مش عارفين ايش هو السكور. السكور هو عباره عن التاريخ تبعك. يعني لو انت بدك تستاجر بيت او بدك تروح تاخذ سياره اسمه اجار، اوكي، فباخذوا منك السكور تبعك، بتطلعوا انه انت عندك انه انت وضعك كويس ولا مش كويس. اذا كان نازل ما حدا بيعطيك، واذا انت كنت ضارب الكريدت يعني ماخذ قرض ومسدد، ولا واحد بيعطيك شيء بامريكا. ما يعني في امريكا ما بدهم مثلا تجيب لي 2 كفلاء عسكريين او تجيب لي موظفين تربيه عشان يكفلوك. هون اللي بيكفلك السكور تبعك. طيب، لما انا حكيت بتقدر انت تظبط السكور، الان بدي افرجيكم عملي كيف انا يزيد برفع السكور تبعي وشو الافضل. هسه السكور عشان تعرفوا، اول شيء في له عمر. العمر مش شرط انه انا الي سنه وانا ملتزم انه يكون سكوري جود أو يكون اكسلنت. في يعني جود، فيري جود واكسلنت. ايش يعني؟ يعني انه انت اذا انت بدك تكون اكسلنت، هاي السكور تبعها بيكون لازم يكون انت ماخذ بيت. اذا انت اخذت بيت عن طريق البنك هذا له دور. اخذت سياره كده كمان له دور. ويعني انه انت بتسكر. طيب، هذا الحكي انا ما بدي احكي فيه، انا بحكي كيف انت بدك ترفع السكور تبعك بدون ما تدفع ولا قرش فوائد. طيب، اذا انت قررت تشتري سياره، حق السياره مثال $40,000 وانت اصلا معك حقها كاش، عشان ترفع السكور تبعك ما تروح تشتريها كاش، روح خذها ادفع $1,500 وخذها عن طريق الكريدت. هيك تسجل على اسمك انه انت اخذت سياره قيمتها 40,000 كريدت. تمام؟ بعد شهر او شهرين حسب وضعك انت بتروح بتسكر السياره كامله، فبتسجل بالتاريخ تبعك انه انت اخذت سياره قيمه 40,000 وسكرتها، بيرفعوا السكور تبعك. اليوم طبعا انا واحد من الناس كيف بسوي. الحمد لله انا مش باخذ سياره، يعني انا ان شاء الله انه الله ما يحجني ان انا اخذ سياره كريدت، اوكي. انا دائما بقول السياره اذا اخذتها كريدت بنزل من حقها. اول ما اخذتها حتى لو حقها 100,000 اخذتها وركبتها وشغلت السياره 30% نزل من حقها. لو بدك تبيعها هاي 30% نزل من حقها. ليش؟ انت ركبتها. شو جابرك؟ 2، كل ما مشيت عليها مايلات، امريكا مسافات كبيره، كل ما مشيت عليها مايلات اكثر كل ما نزل من حق السياره. كم ماشيه بامريكا مثل الاردن، شصي دق على الراس. هذول النصابين اللي بالاردن عندنا، اللي التجار بتلقى القصعه بالسياره عشان ينزل من حق السياره. بامريكا ما عندهم هيك، عندهم بس كم مايل ماشيه وبتطلع انها كلين تايتل او سالفج. ده موضوع. ايش على كلين؟ مش عامل حادث، بس باخذ رقم السياره وبحطه على انترنت، بيعطيه انها عامله حوادث او لا، وانتهى الموضوع. هيك. طيب، انت اليوم بدك ترفع السكور تبعك. ايش انا بعمل؟ انا معي 2 كريدت. معي كريدت فيها 5,000 وكريدت فيها 2,700. تمام؟ طبعا انا قادر اخذ كريدت اللي تعطيني 25,000 اللي هي امريكان اكسبرس الجولد او مبلغ اكثر وكثير. بس انا هاي تدفع عليها كل شهر، كل سنه اشتراك كل سنه
تدفع $250 اشتراكها السنوي، وانا ما أنا مش بحاجه اخذها يعني فالحمد لله انا عندي كريدت. بدي افرجيكم كيف انا صار سكوري عالي بالنسبه انه انا هسه بروح باخذ اي شيء بدي اياه لما ياخذوا السوشيال تبعي مباشره بطلع عندهم اني انا يعني فيري جود الحمد لله. هسه بدي افرجيكم شغله عمليه، بس خليني انا افتح حسابي، خليكم معي. ابو سطام بيحب يرد رد عملي. بدي افرجيكم كيف انه ابو سطام بامريكا الحمد لله رب العالمين. يقولوا ما شاء الله، بالله عليكم قولوا ما شاء الله. كيف انه ابو سطام بيرفع السكور تبعه بامريكا في طريقه كثير، لانها امريكا مبنيه على السكور، ولكن ما بدنا نسمع كلام الناس انه لازم اخذ قروض وانا اعبط حالي الدين عشان انا ارفع السكور تبعي. الان اطلعوا، الان انا افرجيكم شغله. هي انا بتحط بس بصمه وجه امريكان اكسبرس. انا عندي الان هاي البطاقه انا معطينها $5000. طبعا انا ساحب منها 3588، باقي لي 1399. عشان ترفع السكور تبعك انت شو تسوي؟ اسحب وسكرها قبل 40 يوم. باجي انا هنا على انا بدي ادفع الحساب تبعي، بفوت على البنك اكاونت تبعي، باجي هون بيحكي لي كم بدك تدفع. باجي انا ادفع 3000، بدفع 3500. بقول انا هون بقول كونتينيو. متى ادفعها؟ بقول اليوم توداي. هاي الحمد لله رب العالمين. باجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. هاي انا دفعت حسابي كامل على الكريدت. الان رجع حسابي صفر. هاي بالنسبه لامريكان اكسبرس. طبعا يا اخواني عشان بس افرجيكم كمان شغله ثانيه. باجي انا على حسابي اللي هو البنك اوف امريكا. انا هون بنك اوف امريكا. طلعوا يا اخواني انا ساحب منها 2707. طبعا لاحظوا انا هون دافع 1859 دفعتهم امبارح. باقي لي في الحساب يعني انه انا باقي لي 1777، يعني انا من اصل 2700. فانا هون بحافظ على السكور تبعي. نيجي على الاشي المهم جدا عشان الناس تشوف. هنا على اللي هو الكارما، هذا اللي بعطيك السكور تبعك. طلع يا اخواني انا هاي الشغله كثير مهمه. شوف كيف انا بنزله وبرفعه مره واحده. طلعوا هون، طلعوا الهيستوري عندي هون من هون لسنه. طلعوا كيف خلال السنه انا طبعا انا ساحب 54%، وهسه انا سكرته مره واحده. كان عندي السكور تبعي 756. الان قديش؟ الان 706. اعطيني بس يومين 3 ايام او 4 ايام بتلاقيه رجع مره واحده 700، وممكن يصير 60، وممكن يصير 767. طبعا هذا مش مقياس اللي هو الكريدت كارما، بس هو بعطيك مؤشر هو الصح تفوت على حسابك البنكي من حساب البنكي بس، ولكن هذا يعني مؤشر 90% بيعطيك انه انت جود كريدت. وبنهايه كلامي اللي حاب احكي للجميع انه انت لا تضيع حالك، والله العظيم لا تضيع حالك بالقروض. لا تروح تركب سيارة عشان تفرجي الناس انه انت راكب سيارة حقها 100,000. ترى هون اسمعوا، هون فيش عرض هون بامريكا. انا هسه قادر اركب جي كلاس اللي حقها 200,000 $250,000. هسه بركبها ما عندي مشكلة. هسه بقدر اذا انا بدفع تاكس جود، اوكي، بقدر انا اسكن بقصر حقه 600,000 او حقه مليون حسب دخلك وحسب السكور تبعك. فالموضوع يا اخواني انت جاي على امريكا ليش؟ جاي انت تعيش عيشه كريمه. النصيحه العيشه الكريمه انت ما تفكر انت وين ساكن او شو راكب سياره او وين، لا، انت فكر شيء واحد، انه انت بدك تجمع مصاري وانك انت ترجع على بلدك وتعيش في بلدك، صح. اما اذا انت مش ناوي ترجع على بلدك وما بتحب بلدك وبدك تضلك عايش هنا، انا بقول لك اشتري بيت ويعني عيش حياتك، انه انت هون خلاص هون مستقر. اما انا للناس اللي بده يكون حاله ويرجع على بلده، النصيحه لوجه الله تعالى ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام. والله يا اخواني هذا حرب. يعني انت
هون في امريكا في لقطات، ان كان سيارات خذها سالفج، مش شرط تاخذها فحص كامل، ماخذها انت خسرانه اشتري ب 20,000. ترى بس العلم، ال 20,000 في امريكا ولا 10,000 هذا ايزي. اللي ما بيقدر يطلع 10,000 بامريكا يعني او انه يدفع 10,000، انت ليش انت عايش في امريكا؟ ليش؟ ارجع بلدك والله العظيم. هاي انا بحكيها من جوا قلبي. اذا انت مش قادر تدفع 10,000 حق سياره، اوكي، يعني اذا انت الان معك كاش عادي اشتغل، حوش لك بعد شهرين 3 شهور قادر تحوش، يعني خلال شهرين او 3 شهور قادر تحوش $10,000 كاش، واشتري سياره كاش احسن لك مستعمله وتكون كويسه. انا بس حبيت اعطيكم هذا الاشي، لانه انا والله العظيم يا اخواني اني انا بحب انشر الخير وانشر الفائده للجميع. وقولوا ما شاء الله على الاشي شفتوه قدام عينيكم. سلام.